مصطفى محمد هو السبب في اللي حاصل له دلوقتي مع حسام حسن لما خرج وبرطم وتلفظ او ما تلفظ او اي كلام. انا من وجهة نظري ينزل ان شاء الله، لو نزل 3 دقايق يثبت نفسه. انا مهاجم مصر الاول يا كابتن حسام. مش هينفع ان انت حته لعيب تحط نفسك قدام المدرب، مش هتنفع خالص. ابسط حاجه مش هيستدعيك تاني. لو عايز يا مصطفى محمد يبقى ليك دور الفتره الجايه، خف من انفعالاتك واثبت نفسك في الملعب. طول ما هتثبت نفسك في الملعب محدش هيقدر يخرجك، عشان انت المهاجم رقم 1 للمنتخب. عشان كل اللي حصل اليومين اللي فاتوا من يوم الماتش والبوست اللي انا نزلته وجنن الناس، لا، اي لعيب مهاجم صح بيعرف يستغل انصاف الفرص، مش كورتين واحده اتعملت بعرض الملعب والتاني ما لحقهاش. وبعدين حسام حسن كلنا طالبنا بيه من سنين وسنين، فدلوقتي بقى غبي، بقى ما عندوش فكر، بقى مدرب على الله حكايته. مش احنا بس اللي عاملين فيها 100 مليون محلل. ادعموا وما تهدوش، انتقدوا نقد بناء مش نقد هدام. لازم نبين ان احنا كشعب واثق في المدرب وفي اللعيبه. مصطفى محمد مهاجم، مصطفى محمد قوي بدني، مصطفى محمد عنده حلول في كل حاجه، لكن مش هينفع ان هو يعاند المدير الفني. بس كده.